بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا جماعة اليوم اللبناني، عاملين سندوتشات فراخ مشوية لبناني خطيرة. لو كلتوها هتدمنوها. كل اللي احنا شايفينه ده من كيلو فراخ بانيه واحد. عملت النهاردة وليمة. شايفين معايا السندوتشات جميلة ازاي؟ اهي بصوا السندوتش من جوه مليان واخر جمال. تعالوا بقى نشوف التتبيلة. عندي نص فنجان من الزيت، ونص فنجان من الخل، ومعلقتين كبار صويا صوص. خلوا بالكم يا جماعة من التتبيلة دي، مهمة جدا. تتبيلة جميلة ويمكن أول مرة تشوفوها، تتبيلة حلوة قوي. وعندي هنا عصير ليمونة، وبعدين عندي هنا معلقة صغيرة كاتشب، ومعلقة صغيرة مستردة، ومعلقتين كبار من الزبادي. بقلبهم كويس كويس جدا مع بعض، يمتزجوا خالص وتكتلات الزبادي تروح، عشان أبدأ أحط التوابل بتاعتي. التوابل عبارة عن جنزبيل وملح، زعتر، فلفل اسود، سماق، وبابريكا مدخنة، وبصل بودر. ملح، زعتر، بصل بودر، فلفل، سماق، جنزبيل وكزبرة وبابريكا مدخنة. وهسيب لكم التتبيلة كلها في صندوق الوصف، لان العناصر بتاعتها كتيرة. بقلب كويس، بقلب كويس زي ما انتوا شايفين كده. يعني بقى في البداية كده الريحة عظمة بصراحة، هتعجبكم جدا. خلاص كده هبتدي احط الفراخ بتاعتي، مغسولة طبعا ومتصفية وزي الفل. حطيتها جوه التتبيله، وابتدي بقى ايه، اخلي التتبيله تتغلغل جوه الفراخ. يعني ما فيش واحده تبقى التتبيله مش طايلاها. خلاص كده بحط الفراخ بتاعتي، وكل طبقه ببتدي اقلب عشان التتبيله تطول كل الفراخ بتاعتي. كده احنا ماشيين تمام، والخطوات مظبوطه وواضحه وسهله جدا. بس كده خلطتها كويس. خدي بالك من المرحله دي برضو، لان بتفرق اما تتبل كويس وتاخد كلها نفس التتبيله، تديكي الطعم مظبوط وفي منتهى الجمال. خلاص كده خلصت. بسيبها حوالي 3 ساعات، يعني 4 ساعات. لو سبتيها من بالليل يبقى افضل، زي ما انت عايزه، بس مش اقل من 3 ساعات يعني. على بال بقى ما التتبيله تتبل، هنعمل الخيار السريع بتاع السندوتشات. الخيار ده بيتخلل على طول معانا. شرايح خيار رفيعه ورقيقه شويه، معايا معلقه كركم ومعلقه شطه ومعلقتين ملح. دول تقريبا حوالي 3 خيارات انا مقطعوهم عشان السندوتشات. معايا فنجان كامل من الخل، عايزه الخل كتير شويه هنا. وبنزل بقى بايه، بالحاجه اللي هتخليه يستوي بسرعه يتخلل، الميه المغليه. بتقلبي كل الخليط ده وبتسيبيه يتخلل، بياخد حوالي ساعه زمن بس. بعمل بقى هنا التوميه. عندي كوبايه من الميه ومعلقتين محملين من النشا، معلقتين مليانين قوي يعني. بقلب كويس جدا على البارد، مش عايزه اي تكتلات في النشا. يعني قبل ما ارفعها على النار يبقى الخليط كده صافي. كده انا رفعتها على النار، هتبتدي بقى ايه، تتخن وتديني الشكل الشفاف اللي انتوا شايفينه ده. بسيبها شويه لحد ما تتجانس وتمسك نفسها كده، وتديني القوام التقيل اللي قدامكم ده بالظبط. خلاص كده بسيبها تبرد خالص، ما باجيش جنبها الا لما تبرد خالص. بردت اهي، بنزلها في شفشق الخلاط على طول اهو. قوامها شايفينه، انا عايزه اوصل للقوام ده. قوامها ممتاز. خلاص كده بحط عليها ملح وليمون وخل وكوباية من اللبن وكوباية من الزيت. بنزل بالزيت شوية بشوية وبضربها في الخلاط لحد ما قوامها يتقل ويبقى فخم زي ما انتوا شايفينه كده. خلاص كده الخيار عندي خلص، وادي التومية شايفين قوامها روعة يا جماعة والله. يعني ولا تومية المطاعم، جميلة جدا. ومعايا هنا سلطة كده بنحطها جوه الساندوتش. سلطة مشويات عبارة عن سماق وبصل وورق بقدونس، والفراخ البانيه هي متبلة عندي. هبتدي بقى ايه، مرحلة التسوية. عندي هنا صينية او طاسة على النار، فيها حوالي معلقتين من الزيت. بسخنها جدا على نار عالية، انا مش عايزة الفراخ تنزل مية، انا عايزة الفراخ دي تتشوح وتتشوي
تبقى مظبوطه كده وناشفه. خلاص نزلت بالفراخ اللي عندي زي ما احنا شايفين، افضل احرك فيها كده لحد ما تاخد لون على الوش ده والوش ده زي ما هنشوف دلوقتي. النار عاليه معايا، النار مش واطيه علشان الفراخ ما تنزلش ميه. شايفين كده؟ انا عايزه النتيجه دي، الفراخ وصلت كده للمرحله اللي احنا عايزينها. خلاص كده هعمل الكميه كلها وارجع لكم تاني. خلاص خلصنا الكميه، ببتدي اخد الفراخ اقطعها قطع صغيره، مربعات كده او مستطيلات صغيره، علشان اعرف اعمل بيها السندوتشات بتاعتنا. اهي شايفين مستويه ازاي وماسكه نفسها وجميله، محمصه كده، مشويه يعني بمعنى اصح، جميله جدا. وريحتها بقى ما اقولكوش، التوابل بتاعتنا والحاجه. بكون طبعا حاطه فحم على النار مبخراها، وبحط بقى شويه زيت في ورقه فويل، وببخر الفراخ عندي واقفل عليها لحد ما تاخد ريحه الفحم. خلاص كده ببدأ اجيب العيش السوري وبعمل السندوتشات بتاعتنا. بتني حتة من العيش السوري كده، وبحط التومية، واول حاجة بحطها الفراخ زي ما احنا شايفين كده، وبعدين شوية من السلطة الشامي دي، وبعدين قطع الخيار فوقيها. سندوتش متمون يعني رائع، ولا اجدع مطعم. خلاص كده، وباخد اللفة زي ما احنا شايفين. هعمل معاكم واحد كمان سندوتش كمان. الرغيف اهو، بحط التومية، بفرش التومية في الاول، وبتني حتة من العيش كده زي ما انتوا شايفين، وبحط الفراخ، وبعدين بحط السلطة. خلاص كده، وبعدين بنزل بالخيار المخلل الجميل بتاعنا اللي احنا عاملينه كده. تمام، قفلت الساندوتش وهلفه، وكده اخر جمال واخر عظمه. هعمل الكميه كلها وارجع لكم. معايا هنا على النار ربع فنجان زيت بس، مفيش زيت كتير خالص، بيسخن على النار. مجرد ان بحط السندوتشات بس تتحمر، تتقفل علشان ما تتفتحش مني. زي ما انتم شايفين، عايزاها تاخد اللون اللي قدامكم ده، اللون الفاتح ده، لون ذهبي كده. خلاص خلصت الكميه كلها، واخر جمال وعظمه. شايفين الكيلو مديني قد ايه؟ عارفين اللي انا عاملاه ده بيتباع بكام بره؟ طبعا مبالغ انتوا مش هتصدقوها. كل اللي قدامنا ده عملناه بكيلو من الفراخ البانيه وخيار وتوميه، والطعم والريحه ما اقولكوش عليها، ولا شغل اجدع مطاعم. بجد يا جماعه، استاهل النهارده منكم لايكات كتير وشير كتير قوي قوي وسبسكرايب للقناه، وتحياتي ليكم.